السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي في كل حتة في مصر، مسكنة أسوان. دلوقتي معانا درس ملخص درس الأحماض والقلويات. طبعا لازم تكون اتفرجت على حصة الشرح عشان تعرف تشوف احنا شرحنا ايه وهنلخص ايه بالظبط دلوقتي. تمام. طبعا هو الدرس طبعا نزل الساعة 4 وده هينزل بعديه. ماشي. نرجع كده يا باشا، جيب لي السبورات بتاعتك. شرحنا ايه في الدرس ده مستر؟ قال لي الكاتيون ده بيكون مصدر من فلز، اما الانيون ده بيكون مصدر من لا فلز. قال لي تنتهي بمقطع الانيونات دي بتنتهي بمقطع يد دال. قال لي الاحماض دي تذوب في الماء وتعطي ايون كاتيون اللي هو الهيدروجين الموجب. اما عندي هنا في الماء دي لما بتذوب بتعطي انيون الهيدروكسيد. قال لي انواع الاحماض. قال لي في عندي نوعين من الاحماض. قلت له ايه هما مستر؟ قال لي احماض اكسجينيه واحماض لا اكسجينيه. قلت له طب ايه هي الاحماض الاكسجينيه؟ قال لي الاحماض الاكسجينيه دي اللي بيكون فيه موجود فيها اكسجين. طب قلت له ان غير الاكسجينيه دي مش موجود فيها اكسجين. قال لي طب التسميه بتاعت الاحماض اللا اكسجينيه. قلت له الاحماض الاكسجينيه دي ما بيكونش موجود فيها اكسجين، بس بيكون فيها موجود فيها ايه؟ هيدروجين. صح ولا غلط؟ فبكتب حمض، غير اللون، حمض، وليكن مثلا ايه؟ هكتب هيدرو عشان موجود فيها هيدروجين. هنا بيكون اسم الانيون، تمام؟ او كاتيون اللي هو بتاع الحمض، بس اللي هو مكون من الحمض. عندي الاحماض الاكسجينيه. الاحماض الاكسجينيه برضو نفس الكلام، بس مش بيكون موجود فيها الهيدرو، عشان دي بتكون احماض ما بقاش مش بيبقى يعني ايه دي، عشان دي بتكون احماض بيكون في موجود فيها اكسجين، فبينتهي بمقطع ايه؟ نفسح المقطعات. قال لي في الاحماض الضعيفه اللي هي طبعا بتنتهي ب NO2 دي بكتب حمض نقط مثلا وليكن نيتريك. صح ولا غلط؟ حمض النيتريت. بشيل كلمة نيتريت دي وبكتب ووز، يبقى حمض النيتروز. فكده دخل لي على درجة التوصيل للحرارة، درجة التوصيل للكهرباء. طب ايه؟ قلت له يا مستر درجة التوصيل للكهرباء دي؟ قال لي درجة التوصيل للكهرباء دي كل ما درجة حمض بقت قوية كل ما وصل كهرباء أكتر. وشرحنا الكلام ده على حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليج. قال لي حمض الخليج ده حمض ضعيف، واهتم بكل التفاصيل اللي انا بقولها دلوقتي. قال لي حمض الخليج ده حمض ضعيف. طب قلت له تمام يا مستر، هيوصل كهرباء قليله. قلت له طب انا وصلت مع الهيدروكلوريك هوصل بدرجه كهرباء كبيره. بس كده خلصنا درس، ملخص الدرس معاكم وتروح تشوف الحل. وكان معكم مستر يوسف البدري، وكان الله بالسر عليم. مع السلامه.